فل. جيت لي يومين، يعني جيت 3 الأربع للخميس يومين هاي ما اكل 8 كنتاكي ما شاء الله تبارك الله. يعني تخيل 8 كنتاكي في يومين، مستوى الطاقة بيكون عالي جدا جدا. اي والله. كنتاكي يا قطر المسا. والله يا اخواننا الله يحفظكم، يشهد الله ضحكتكم ما بتشبع ضحكة هناك، تطمنك ذات تصدق. هناك مرات واحد يضحك لك لا تعرفه بكى لا تعرفه ضحك، ما بتقدر ظروفه. لكن الكنتاكي ده عنده نبرات ذاتها في الصوت ده. سبحان الله، الله يحفظكم يا رب العالمين. انا يا اخواننا متهم اتهام والله صعب جدا، انه انا قالوا بقت نكاتي ضد المراه وضد النسوان. وانا والله اقول لكم بامانه اقسم بالله انا المراه دي ما عرفتها الا بعد زواجت. قبل ما اتزوج المراه دي في نظري عباره عن كائن لطيف. بعد ما اتزوجت لقيتها كائن لطيف. استغفر الله العظيم يا رب تغفر لي انا في غربه. والله وبعدين انا منو قال انا ضد المراه يا اخوانا؟ والله ده اتهام بقى. انا واقف معي ناس، انا عندي نكات اقول لكم منها نكات، انا مع المراه. ويا اخوانا المراه مرات مظلومه والراجل ده شيطان ما تشوف النكت والله. وعملات فيها قبضات زي ما عملوا يمور وكده وهي ما جايبات خبر. يا اخي واحد بيحكي لي قال لي في العفره في السينما المذيع بيبرق قال لهم يا اخوانا في مره برا عامله مشكله، قالت راجلها معاه بيت بيحضروا في الفيلم جوا. فيا اخوانا تفاديا للمشاكل الراجل والبيت يطلعوا لنا بالباب الورا. 5 دقائق السينما كلها مرقت بالباب الورا. راجل كويس في الشغل، شغل فيه شاروخان. واحدة أخيرة بالفاصل ده، أنا طبعا يا إخواني يزهجني زول يجيك رابط لي إمة راكب لي لاند كروزر موبايلات وتاتش، خدت لك كم ربطة كده في الطبلون، يجيب قدامك أنت المسكين ده يقول لك القروش ما كل شيء. والله العظيم غيازة خلاص. يفترض الإنسان يكون وجدانه صاحي ويفترض عليك النبي. بس غنيتي أنت بصناجير نحن القروش ما كل شيء. والله القروش دي شيء. هسه وقفتنا دي قايلين نعمل ايه؟ والقروش يا اخواننا بقت ملامح للمجتمع. هسه بيت البكا لما يجي زول بالعند قروش يقول الفاتحه، والله الشاب على الماسك اللي بيريك بيغسل يفك ويرفع الفاتحه. الزول ده مهم. لكن يجي زول منشنش النوع بكرعين المشققات ذاك يشيلها معاه زول ولا من الناس البكا. يحس بيه بس فقط السواين يقول له زول الفاتحه. جيبوا لي مويه يا اخوانا، جيبوا لي شاي. والله العظيم. زمان يا اخوانا لما يكون في بيت بكا 3 شهور ما في زول بيعمل حفله. تقول داري عرس يقول لك ناس فلان دي ابوه ميت يا ما صح منك. ناس فلان دي عمه ميت. هسه بيت البكا هنا بالحيطه الدلوكه شغاله. والله الواحد تلقاه على الفاتحه يصير كده. اضانه مع الدلوكه وشه مع الواجب. اوريكم القرش تاثيره مع المراه. ده عرس الحفله انتهت الجرتك حينزلون شقه في بحري. وصل الشقه تلفونه ضرب، المراه لابسه الزفاف، اصحابه جايين من مدني. قال لهم اتعشيتوا؟ قال لها قال لهم علي الطلاق تدعش. قولت علي الطلاق المراه عيونه جنينه. راجل بيحلف بالطلاق ده شنو ما بحس ولا بيشعر ده انسان خاوي. انفورشنتلي بالانجليزي. وريته كان بيقع عليه ده قال لهم تجوا تقاطعوا المؤسسه مع المزاد دار يجيبون الشقه. عريس جديد المرء بالزفافه دار يجيبون يعملوا لهم عشاء في البيت. جا نازل قال لا انا نازل اجيب حاجات ماشي جاب له كيلو ضام بندوره تبش رغيف سفنم. قال له ظبط الحله. عروس كراسي حفلتها ما رفعوا دار يدخلها المطبخ. قالت تصبح الواطه بيت ابوي. ده انسان ما بحس ولا بيشعر، ما بقعد دقيقه بس تصبح الواطه بيت ابوي. دخلت المطبخ تحش في البصل الدموع دي 10 ما من البصل من الراجل ده. تصبح الواطه بيت ابوي. طبعا هي بتبكي، الكحل ده بينزل لقم لقم. ما بزيدوا لها الكحل يوم العرس عشان العيون يسهرن. والسودانيه السمحان. والله قالوا في لبنان العروس يدخلوها الكوافير ربع ساعه تطلع عروس، لانه اصلا خلقه الله شعارها كده وعيونها هين ذاتهم بس بيلونوين. نحن بنوديها 8 صباحا بنستلمها 10 بالليل، بندفع 4 مليون ونص. يجيبوا لك مرقه زي حرس المرمى ماشيه كده. يقول لك انا هبشت اي حاجه بتخرب اي حاجه. الرموش شادين حواجبين جارين وش مجبص. تقول لها مبروك تقول لك الله يوريك. الرجال بيضحكوا والرجال سامعين. والله الراجل السوداني يجيب لي شافعين بس كريشه وجلع هذا الفاتح الفاتح. رضيانة بينا ونحن رضيانين بين. الله يعوضنا قدام. نعتبرها خدمه وطنيه بس. المهم الضيوف جود عشوا هي زعلانه من الموضوع. دخلت الاوضه قدوها مترين. جلقاها زعلانه خدت لها 10 مليون. قالت لي دي شنو؟ قال لها خليها معك. قالت لي يعني حق شنو؟ قال لها والله يكون واضح معك اصحابي ده شارطوني قالوا لي مرتك لو اتبخت يوم عريس بنديك 10 مليون.
انت طبختي هنا ادوني ال10 انا ما داير اشيلها. قالت لي انا ما عملت الا الواجب. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. شكرا. عندي طرايف سودانيه سميتها طرايفنا برانا. كلمه برانا دي حقتنا برانا. في العربي بيقولوا لي وحدي ولحالي. السوداني برا دار تعرف السوداني ولا ما سوداني يقول لك جا معك منو؟ يقول لك براي. عندنا واحده حقتنا برانا ما في زول بيقولها معانا دي. دي حقت السودانيين. هما اثنين زي بعض. تقول لي فلان يقول لك تقول لي مشيت يقول لك دي اجابه ما في زول بيقولها غيرنا. دي برضه حقت السودانيين. وفي واحده حقت النسوان كمان. والله ده صعب عليك الله الصغار ده اللي ما تتعلم منه. اي والله تقول لها مشي الحته الفلانيه تقول لك عليك الله دي اجابه. هي لا حرفين السودانيه تختصرنا. وفي واحده طويله كمان دي لما تمشي الحته وما تعجبها تقول لها مشيت تقول لها هل الحفله كيف تقول لك فيها جره دي معناها الموضوع ما نفع معها. الاشارات العالميه كلها صح. كم تعال امشي جو ويس نعم كده ولا. واحده حقتنا برانا اصبر دي اللي حقتنا. والله الليله بوريك مين السوداني يعمل لك كده معناها الموضوع ده بايظ. دي طرايف حقتنا برانا. اخونا مصري لقيناه في الشارع قلنا ليه مشيت وين في السودان؟ قال كسر الاظارف بالسودان. قلنا ليه مشيت برا؟ قال براكم روابك ووسط تلتفون. تسفاي مشى لهنا ناس الجزيره جابوا له الفطور فطير بلبن، الغدا ملحروق، شاي المغرب بلبن، وهن الزغني العشاء ده لما نقرب لاوز دكان فول طعميه هنا في هولندا دي ما في. قال لي ما في. عشاء حلاوه بقره ولا كيف؟ قال لي قراصه بلبن ثاني بالبوهيه دي. داير مويه كوبايه لبن الصباح. شاف الحله يا جماعه والكرم بتاع الغوره لما تجي ضيف الحله كلها بتجي شايله براد الشاي ساده ولا بلبن؟ قال لي بلبن. ولا ايه ولا جغمه بس دلعونا. مواصلات وين؟ قال لي المواصلات راكده بقيت مستعجل اركب بوكسي اللبن. بوكسي برضو بلبن؟ بطنه طامه ليه قريب الخرطوم. السواق قلب العربيه الكمساري يجول فيها من تحت بوكسي اللبن. امره قال حسين العوض على المدعى وقتها جري وتسفاي. ده من المبلبل ده زول بلبن كرهتونا اللبن ذاته. كل سنة وانتم طيبين وربنا يديكم الصحة والعافية وينعاد علينا وبلدنا تنعم بالرخاء أول شيء يا أخوان. زمان بنقول بالسلامة هسه البلد بقت آمنة ما فيها مشكلة، لكن نقول الرخاء أهم شيء. وإن شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية ودائما ملمومين يعني في سعادة وفي هنا. يا أخوان القصد ما يعني نحن نسيل النسوان، لكن المرأة دي كل شيء في الحياة. وراء كل رجل عظيم كمية من النساوين الزمن ده والله العظيم. ودي بتذكرني قالوا واحد مليونير فقام في صحفي بيعمل معه في لقاء قال له يا أخي أنا داير أعرف السبب البقاك مليونير شنو؟ قال لي والله مرتي. قال لي يا سلام يا سلام وراء كل رجل عظيم امرأة. يلا وصف لي حالتك قبل ما تعرس. قال لي كنت ملياردير. دي المرة والحق ارفع معنوياتها خلاص بالبشتنة قامت. يا اخي دي مرة عجوز شايله لها عصايه داخل الصيدليه دايره حبوب رطوبه. ليه عمرها يعني بالعصايه يسوي كج داخله على الصيدلي النوع اللي بيرفع المعنويات. قال لها مرحبا يا عسل دايره شنو؟ عسل دي انتهت منها. مسكت العصايه جدعتها قالت لي دايره فيرة الله بلي. نبذ حاجه جابت لك ملاح ملح هيك على اللسان لازم تقول ده احلى ملاح اكلته في حياتي ما بيرضن. ان قالت لك الشيء دي كيف تقول والله ما بطل، لكن بصلتها دي ما حيه خلاص الدنيا انقلبت.
يعني انا الا انا اللي بصلت الحياه؟ ها، ما بيرضنا الكلام الزي ده. واحد قال اسطى بيرفع المعنويات، مشت الكوفير وهو بيقرا لي في جريده، جات راجعه. طبعا لما يمشي الكوفير ما بيرفع عن التوب، بيخطنه في الكتف عشان اللولوه ديك تصهر. ما دافعات قروش، لازم توريك الحاجه اللي عملتها يعني. فجات قالت له يعني ما بتزعني تقول لي كنت وين؟ وهو بعاين في الجريده قال لها كنت وين؟ قال لي يعني ما شايف؟ ما كنت في الكوفير. قال لها كوفير ولا إيه؟ داير تعرف مرتك سمحه امرق معاه مشوار، قول لها ماشيين عرس ولا ماشيين بتظهر الجماليات، التوب المزركش ما بعرفه، المناكير الكيف والجسم الناير ده. لكن في البيت عكس، لانه والله يا اخواننا مرات في الحفله دي اذا النور جاهرك زي ده الشاغله تكون ما قايله دي. والله عادي لا حسين يا مرتك يا شنو، لما تقرب كده وتشوف الملامح بتاعت الوش توضح لك بتحاول تزوق تقول لها المفتاح، المفتاح وين؟ بعدين قبضوك بيميزوك. فهين لانه شنو احنا ليه بنندهش لما نشوفها في حفله؟ لانه في البيت شكلها برا تلقى الشعر ده زي بوخ الحله واقف، وقميص الطاووس داك ضنبه لمن جاي بورا كده، والسفنجات مرات اي فرده من بلده غاية تبشتنا في البيت ما يعلم بها الا الله. فواحده منهم جات ماشيه عندها مرايه في البرندة الزمن ده كله ما فاكره لها، لحظه كده بس عينت شافت روحها لما انقلعت قالت بسم الله الرحمن الرحيم، شعر واقف زي ضربه الجزاء. قالت يمكن دي الجنبه دي كده نشوف الجنبه الثانيه، وقفت كده قالت لا اله الا الله. لما انقنعت قالت المرايه ذات الصينيه. واحد عنده جار امام جامع عليه الوغار على انت الصلاه وعنده الدقينه ديك وبشيل السبحه بيمشي الصلاه كلها في الجامع. يوم الراجل مارك شايل تذاكره مسافر بالطياره، المولانه ده لاقاه قال لي ماشي وين؟ قال له والله مسافر الليله بالطياره. قال لي طياره بالليل دي؟ قال لا، قال لا زول اخذتها. ها؟ قال لي الطياره بتاعت بالليل دي اخذتها. الزول خاف مع زول وغار، قعد في البيت بالليل سمع انه الطياره وقعت. الموضوع ده عش له في راسه، عرف انه عمك ده خطير. 3 يوم بوكسي ده ابو القبين واقف قدام البيت، عمك يربط فيه عمته. كان الامام ده جا ماشي فيه وين؟ قال لي مدني عندنا بكا. قال لي بالبوكسي ده؟ قال لا زول هوي بوكسي ده ختاو. الزول طوالي ملص من الجماعه، قال له انا عندي حاجه بقضيها بجيكم باكر. البوكسي وصل على طريق الكاملين انقلب. الزول امن بالموضوع، مشى لعمك في البيت دق له الباب مرقوا من البيت، قال له تعال هنا. يوم عرسي كنت وين؟ كنت وين؟ قالت لي انت وين؟ قال لها انا جاي من الشغل. قالت لي تخشى الزريبه. قال لها زريبه شنو؟ قالت لي زريبه الخرفان. قال لها ماليه مالك؟ الضحيه مشت. خرفان في شنو؟ قالت لي انت نسيت الليله حنحتفل بعيد زواجنا ال 25. وقال لها الخروف ذنبه شنو في غلطه ارتكبتها انا قبل 25 سنه. والمشاكل يا اخواننا ممكن تبدا لاقل الاسباب، اقل سبب بيقوم المشكله. جه داخل البيت شايل لك كديسه في يده، قال لها رايك شنو في الغوريلا دي؟ قالت لها رايي الجنيه دي ما غوريلا دي كديسه. قال لها بنتي متضايقه مالك؟ انا بتكلم مع الكديسه. قال لها قيلته كيف؟ قالت له زي الزفت. قال لها بمناسبه الزفت دي انت امك وين اللي يا دي ما ظاهره؟ لقاها فرحانه، قالت له الليله عندي لك خبر بمليون جنيه. قال لها فرحيني. قالت لي حنبقى 3. قال لها حامل؟ قالت له امي حتى تقعد معانا. يا اخواننا ده ما معناه انه الرجال ماشيين دغري، والله العظيم ما نحمل على النسوان. في رجال عندهم دريبات جاي. والله النوع ده كمان تلفونه لما يضرب زي الشافع الدارقه يجري عليه جريان عشان المرة ما ترد. والزمن ده اتطوروا، البنت تلقاها سيما سار يكتب السر يا ولد لا عشان المرة ما تنقش. واحد من العينه دي المرة اشترت لها تلفون جديد وما دارت تكلمه، حافظه نمرته.
دخلت المطبخ تك 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 ضربت له. عاين كده لقى الرقم غريب اللي في بطنه حرقص براه وبيرقص. اتلفت يمين شمال بالراحه قال الو. قالت له كيف حبيبي؟ قال لا قفله قفله الحيوانه دي في المطبخ. ده كمان متعود عاده غريبه جدا جدا. قالوا تلفونه قالوا ما يضرب. المرة تشير تجربة الشاحن تركب وتقول له التلفون ده زي الضرب، يشيله بالراحه ينضم بين نظم الماء بينسمع ذاك يخد في الترابيزه. بعد شويه يضرب المرة تاني تجربة الشاحن تركب في الشاحن تقول له تلفونك ده زي الضرب، يمشي ينضم بالكلام اللي ما بينسمع ده. 6 شهور بالحاله دي. بعد ال6 شهور اكتشفت انه بيعرف ليه بيت كاتب اسمها في التلفون البطاريه ضعيفه. في شوايقه هنا. الحفله دي في كريمي. شوايقه ما فيهم كلام. جعلي شايقي حلفاوي. القاضي حكمهم 40 صوت. طبعا اخواننا الجريمه عرفتوها. شربوا لهم عرديب. حكمونا 40 صوت. وقت جو في الجلد الزول اللي بيجلد العسكري قال لهم اخواننا انا حق الله ما بقدر اعافيه، لكن والله ولدوا لي ولد الصباح فرحان بفرح. هسه اي زول يطلب منكم طلب اخفف له. الحلفاوي قال له اربط لي مخده في ظهري. ربطوا المخده 20 في الظهر 20 في المخده بقى مارق. جمنوا الجعلي قال لا زول هوي انا علي الطلاق زي طانك ديل باخذ من فوق دلوكه بس اجلي جلدك برا خلي لك ورا. مسكوا الجعل 40 وبقى مارق. جمنوا الشايق عايل له لقى جاره بالحيطه. ها زول هجابك شنو؟ قال له والله جسمي. قال له انت ما جاري تطلب طلبين؟ قال له قلت كدي الطلب الاول ال 40 سوي 100 والطلب الثاني اربط لي الجعل ده في ظهري ده. الجعل والشاقي اصحاب اتولدوا سوا تربوا سوا اختربوا السعوديه. في السعوديه الشاقي قال للجعل ماشي الزوج، قال له بعد العمر ده كله تفوت تخليني؟ قال له اسوي لك شنو انت ما عقدت؟ قال لي بس اخذ مرتك عاقد لي عليها وانت شفتها؟ قال لي انا بشوف احسن منك عني جيد جيهني. الشاقي جاي يوم ظبط العرس كده والكوشه والحفله شغاله. الجعل جا من المطار لقى كوشتين الشاقي ومرته بهني. في مره براها قاعده بهنا يعرفها دي له هو. هاي اللي مرت الشايق لقاها سمحه سماح صيغه مبالغه. العيون دي لحد هنا بتشوف لحد هنا. النوع التجابه ورا تقول لك شايفاك تعال بي قدام. من حاله ما عيونه كبار بتنوم الساعه 8 مسا رموشه ديل بتلاقى 2 صباحا. هاي اللي مرت تلقاها شينه شنه يا اخي دي من حاله ما شينه عيونها بالطول جايه فيها شلوفه بطعم الضل في الواطه دي. دخلت لها بزقاق مظلم اللي قالت لها شيطان قالت بسم الله. الشيطان قال لها خطفتها من خشمي ده. قاعد جنبها عارفه ما عندها ذنب. بيرجع لورا يسوي للشايق. الشايق قال له انظم صايا بتسمع انظم صايا. الجعلين ما فيهم كلام. جا الخرطوم لاول مره ركب بساطه الولايه الخضراء دي لقاها طبعا فيها مكيف. لقى الباص فاضي المكيف ضرب واخذ له دكسه. وقت الصحه لقى الباص مملى ركاب فل وفي 9 في الشماعه ماسكين كده. بس قاصد لك ناس الشماعه ديل نزلوا يديكوا دي تحت. نزلوا يديكوا يا جماعه. فت نزلوا يدينهم. قبض الماسوره قال له رج. قال له اني من قبل غالباكم. المرة ولدت 4 ولدات جابتهم بنات. الاولى بنت الثانيه بنت الثالثه بنت الرابعه بنت. الجماعه في الحله قالوا بيتريقوا عليه والبنات ما جابوا لك بيت جديد. الجعلي وقف لمبه. المرة في الولده الخامسه ده داخله عليها سله سكين وجا قال لا طلاق 3 تلحقت مرقابه الا شوق بطني. الدايه قالت له يا راي قال لها انت بالذات سكتي شيل السلسله في علي بالطلاق انت مرقابه انت ذاتك شوق بطني. المرة ولدت جابت ولد ضربوا الزغاريت ابو فلان جابوا لك ولد. قال هلا عليه الطلاق الزمن ده ما تجيب في حقك ياكلوك
عندنا حاجه كده برا القبائل يا اخواننا، نقول لا للمخدرات، اتلفت عقول شبابنا وجيوبنا وساهمت في الجريمه. والحمد لله في السودان ما عندنا الحيز الكبير ده، لكن الوقايه خير من العلاج. وبالدارجه كده نحن بنقول دي المساطيل، نشوف الحاجه دي في العقل بتغيره كيف. وانا حقول لك حاجتين ثلاثه منهم. قالوا ابوه متوفي، امه مره كبيره قاعده معاه في البيت. جاء مارق مشوار، جاء قال لها حجه انا مارق مشوار كده خفيف يعني، محتاجه لحاجه. قالت لها امشي يا ولدي، عافيه منك ورضيانه عليك، ربنا يكفيك شر اصدقاء السوء بنات الحرام. قال لها المشوار خليتي فيه شنو ما انتهيتي منه كله. قال اعمل له دواجن استثمار، فكر يجيب دواجن. قال الدواجن دي تبيض يبيع البيض، بعد تكبر يطبخها يبيع لحم. جاب الجداد 4 يوم ما بيض. خامس يوم شال سكينه ودخل عليهم في القفص، قفل القفص، قال لهم انا جايبكم سواح مدربين اجانب علي الطلاق، بكره ما القى بيضه ضبحكم جد. الجداد دريشه وقف كده، عرفوا مجنون بيسويها. ثاني يوم دخل عليهم مخلوعين، رفع الجداد الاولى لقى 5 بيضات خلعه بس، الثانيه 4 بيضات، الثالثه 3 بيضات، رفع الرابعه لقى بيضه واحده. قال لا بس اغنعيني، ساكنه حكومي وساكنات استثمار، بتاكلي فته بياكل من باسغات، اللي بيخليني جيبا 5 و4 تجيبي لك بيضه شنو؟ قال لا زول اتقي الله فينا نديك، جازفت عليك ما جازفت. يا اخوانا الناس هنا هلالات مريخاب صح؟ ما شاء الله تبارك. اذا هلال مريخ ذاته بقت ملخبطه، تشجع حيثم تلقى به نجمه، تشجع الشغيل تلقى به هلال والبلد جاطه ضغاية. لكن يا اخوانا المريخ عنده اجمل استاد في السودان، والله دي حقيقه. وجمال استاد المريخ مش لانه طابقين، لا، لانه قدر ما يصب مطر ما بيمسك مويه. عارفين ليه؟ كله مواسير. الهلالات ما يفرحوا نسوا مازين بي 5 في المقبره هنا. ده دخل الكوره وجا راجع البيت، قال للمرة سوي العشاء، قالت لا بتخجل مارق من الظهور، الكوره 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 الكوره. جبت شنو يا بسوي لك عشاء؟ امشي القفص ده كان تلقى لك بيضه بيضتين جيب انك دحين لك. رفع الجداد لقى 5 بيضات، رجعها حط البيض 5، قالت لي انا عارفه يمكن اديك كنغولي.